في عهد الملك الذي يدعى موريكارا، عاش كاهن اسمه نفروح، وكان رجلا يحب مصر بشغف كبير. في أحد الأيام وقف في ساحة المعبد ونادى بصوت عال قائلا: أرى أن بلادنا تسلك مسارا خاطئا، والناس نسيت مفهوم الماعز، العدل والنظام الأخلاقي. إذا لم نغير أنفسنا سيحل بنا الخراب والمجاعة. استغرب الناس من تحذيراته واعتبروها مجرد خرافات، لكن ما هي إلا فترة قصيرة حتى اندلعت اضطرابات في البلاد، وزادت المجاعة، وأغلقت المعابد. بعد عودة الاستقرار تذكر الناس كلمات الكاهن نفروح، واعتبروا نبوءته إثباتا للحكمة والبصيرة. نتيجة لذلك سجلت كلماته على ورق البرد كتحذير للأجيال القادمة. استمر النص في الانتقال من جيل لآخر، لكنه بقي غير مشهور مقارنة بالنصوص الدينية الأخرى. كانت قصته درسا في الإصغاء إلى الحكمة والعبر بغض النظر عن شكلها ومصدرها.